عارف ايه اصعب حاجة في اليوتيوب؟ انك تتعب جدا ومحدش يشوف تعبك. تصوير، مونتاج، افكار، سهر، وتطوير كل يوم، وفي الاخر تلاقي المشاهدات قليلة وكأن اللي بتعمله ملوش اي قيمة. بس الحقيقة ان اليوتيوب مش للضعيف. اليوتيوب محتاج نفس طويل وصبر وواحد عنده ايمان بنفسه حتى في وقت محدش بيؤمن بيه. وده اللي هنتكلم عنه النهارده. وفي نهاية الفيديو بوجه رسالة للقائمين على اليوتيوب، أتمنى تستنونا لنهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بأهل البيت الكبير، ومع فيديو جديد من فيديوهاتنا التحفيزية، وأتمنى الفيديو يعجبكم النهاردة. اليوتيوب مميز جدا، لكنه من أصعب المجالات اللي ممكن حد يدخلها، لأن النجاح فيه مش مجرد أنزل فيديو خلاص. وهنتكلم عن عيوبه وأسباب صعوبة اليوتيوب. رقم واحد: المنافسة المرعبة. كل دقيقة بتنزل آلاف الفيديوهات على اليوتيوب، يعني أي فكرة تقريبا لها مئات أو آلاف الناس بيعملوها، فالمشاهد هنا بيبقى عنده اختيارات كتير جدا وتنوع كتير جدا. تاني حاجة: النجاح في اليوتيوب بطيء جدا. ناس كتير بتتخيل ان هم اول شهر هيجيب مشاهدات وارباح، لكن الحقيقة ان اغلب القنوات الكبيرة قعدت شهور او سنين قبل ما تنجح. اصعب مرحلة هي انك تكمل رغم ان مفيش نتائج واضحة. تالت حاجة: الضغط النفسي بيبقى عالي جدا. اوقات بتتعب في فيديو ايام وفجأة يجيب مشاهدات قليلة، وده بيخلي الشخص يحس بالاحباط ومقارنة نفسه بغيره، فقدان الحماس، الشك في نفسه، خصوصا لما بيشوف ناس نجحت بسرعة. رابع حاجة: الخوارزمية متقلبة. خوارزمية اليوتيوب ممكن ترفع فيديو فجأة أو توقف انتشار قناة كاملة بدون سبب واضح للمبتدئ. أحيانا فيديو بسيط بينجح جدا، وفيديو متعوب عليه ومصروف عليه بيفشل. خامس حاجة: اليوتيوب محتاج استمرارية من حديد. النجاح على اليوتيوب مش للموهوب بس، غالبا للناس اللي بتكمل. لازم تنزل باستمرار وتطور نفسك، تتعلم مونتاج وعناوين وصور مصغرة، وتتحمل فترات الضعف اللي فيها المشاهدات قليلة، وده متعب جدا مع الوقت. سادس خطوة أو سادس حاجة: الجمهور صعب إرضائه. المشاهد دلوقتي بيمل بسرعة. أول 10 ثواني بتحدد يا ترى المشاهد هيكمل الفيديو ولا هيقفله فورا. فلازم المحتوى يكون سريع، ممتع جدا ومفيد وجذاب بصريا. سابع حاجة: الأرباح مش مضمونة على اليوتيوب. ناس كتير فاكرة إن أي قناة بتكسب فلوس كبيرة، لكن الحقيقة إن الأرباح بتختلف حسب الدولة وحسب المحتوى. الإعلانات بتتغير، لكن المشاهدات بتعلى والأرباح تقل. وفي قنوات قوية جدا لكن دخلها متوسط. تامن حاجة: إن النجاح أحيانا بيحتاج شخصية مش محتوى وبس. في اليوتيوب الناس أحيانا بتتابع الشخص قبل الفكرة، يعني عنده كاريزما، طريقة كلامه، الطاقة الإيجابية اللي عنده. والطاقة بقت جزء مهم على فكرة من النجاح. تاسع حاجة: الانتقادات أو التعليقات السلبية. أي حد على الإنترنت معرض للسخرية، للتقليل، للهجوم، للتنمر. ولو الشخص نفسيته ضعيفة الموضوع بيتعبه جدا. عاشر حاجة والأخيرة: لازم تتعلم أكتر من مهارة. اليوتيوبر الناجح غالبا لازم يفهم التصوير والمونتاج وكتابة محتوى وتسويق وصور مصغرة وتحليل جمهور. يعني هو أحيانا بيكون فريق كامل لوحده. لكن رغم كل ده، اليوتيوب من أقوى المجالات اللي ممكن تغير حياة إنسان بالكامل لو صبر واستمر، لأن فيه ميزة عظيمة. عارفين إيه هي؟ فيديو واحد بس ممكن يغير مستقبلك كله. ودلوقتي جيت للرسالة اللي عايز أوجهها لإدارة اليوتيوب أو القائمين على اليوتيوب. عايز أقول لهم إن في أصحاب قنوات كتيرة بتتعب جدا علشان تطلع فيديو محترم، تصوير ومونتاج وتفكير وساعات شغل طويلة، وفي الآخر أوقات الفيديو ما بيوصلش لحد رغم إن في تعب كتير وفي مجهود كبير. الناس مش طالبة غير فرصة عادلة، إن القنوات الصغيرة تاخد حقها
والمحتوى الكويس يوصل للناس بدل ما يضيع في وسط الزحمة. في ناس كتير نفسها تكمل وتنجح وتبني مستقبل من اليوتيوب، لكن الإحباط بيكون صعب لما الواحد يحس إن تعبه محدش شايفه ومش ظاهر. خفوا شوية صعوبة الخوارزمية، وادوا فرصة للمجتهدين اللي بيحاولوا يقدموا محتوى محترم من قلبهم. صدقوني في ناس كتيرة قوي فاتحة قنوات وعايزين يوصلوا محتوى جيد للناس، لكن الخوارزمية للأسف الشديد بتظلم قنوات كتيرة، وخصوصا يعني حتى الأرباح. مش عايز أقول لكم ده في بال 15 قرش وبال 20 قرش في زمن يعني عايز أقول لكم ال 20 جنيه ما فيهاش قيمة، ولا ال 200 جنيه حتى. فيا ريت نداء لإدارة اليوتيوب، حاولوا تخفوا شوية من صعوبة الخوارزمية، لأن في ناس كتيرة أوي نفسها تنجح ونفسها تكمل، لكن الإحباط ساعات بيذل، وساعات بيخلي أي حد بيقدم المحتوى يتراجع، وخصوصا الانتقادات اللي بيلاقوها من أقرب الناس ليهم، والناس مش عايزينهم ينجحوا أصلا. فما تجيش الخوارزميات كمان بتاعت اليوتيوب تساعد على إحباطهم ويأسهم. أشوفكم في فيديو تاني، وأتمنى ندائي ده يوصل لإدارة اليوتيوب. سلام.